احنا في بلداننا العربيه وخصوصا في مصر عندنا نعمه كبيره جدا جدا، هي نعمه الشمس. انا عايز اقول لكم الشمس جامده جدا 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 والزحمه كبيره جدا، وده احسن مكان قدرت ان انا اتوصل ليه اللي انا عارف اصور. يا وفي خلال الاربع سنين دول عرفت تعمل الضجه دي كلها والاسم والبراند بحيث هو يبقى مسمع كده. الحمد لله نقول ده ذكاء مصريين بالفطره. الراجل النحات اللي عمل التمثال ده طبعا مع احترامي لفنه، لكن ده زي ما بيقولوا عليه اسمه فن تجريدي. سوري ومصري شغال مع مصري وبيبيعوا ايس كريم، براند ايس كريم، والايس كريم ايطالي. وطبعا سوريا مشهوره بالاكل ومصر مشهوره بالاكل. الميكس ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني، أنا علي هاني ودي قناة ديموس حول العالم. النهارده فلوج جديد، حلقة جديدة من أغلى مدينة في العالم، مدينة زيورخ السويسرية. تعد مدينة زيورخ هي العاصمة الاقتصادية لسويسرا، وسويسرا دولة محايدة، والحياد مش بس سياسة الدولة الرسمية، حتى كمان صفات الشعب السويسري هو من طبعه اللي هو شعب حيادي، دايما بيحب يمسك العصاية من النص. عشان كده سويسرا بتتكون من 26 كانتون. ال 26 كانتون دول عملوا مع بعضهم حاجة اسمها اتحاد فيدرالي. الاتحاد الفيدرالي ده قرر اللي هو ما يكونش ليها عاصمة واحدة زي معظم دول العالم، قرر اللي هي يكون ليها عدة عواصم زي زيورخ عاصمة الدولة الاقتصادية، وهنا بتلاقي معظم العلامات التجارية والبراندات والشركات الدولية والبورصة. برضو مدينة زي مدينة بيرن وهي العاصمة السياسية والعاصمة الإدارية، هتلاقي فيها معظم قنصلات العالم.
وكل الجهات الرسميه ومباني مباني الوزارات هناك. ثالثا مدينه زي مدينه بازل تعتبر العاصمه الثقافيه للدوله، وكمان تمتاز اللي هي فيها عدد كبير جدا من المصانع. وكمان في اخر احصائيه حصلت للجاليه المصريه هناك وجدوا ان عدد الجاليه المصريه في بازل او في كانتون بازل هو اكبر عدد موجود في سويسرا كله. طبعا اول حاجه هنعملها النهارده هنعمل جوله على بحيره زيورخ، ودي البحيره الاشهر والاكبر واكتر مكان بيجيله سياح في مدينه زيورخ. خصوصا كمان النهارده زي ما حضراتكم شايفين الجو حر والدنيا شمس، فده بيشجع الناس اللي هي تطلع وتيجي هنا تنزل في بحيره تعوم، او حتى تركب المراكب السياحيه اللي موجوده في البحيره، او حتى بس تقعد في الشمس تاخد تان. وكمان هفرجكم على الانشطه الترفيهيه اللي موجوده هنا في فنانين كتيره جدا بتيجي تلعب مزيكا وبتيجي تعمل حاجات بجو فيب كده محترم جدا 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 جدا. يا رب يعجبكم، فابقوا معانا. طبعا مهما اشرح لكم على معنى ايه ان الجو حلو والدنيا شمس، طبعا انتوا مش هتحسوا بالكلام ده الا لو انتوا كنتوا سافرتوا بره. احنا في بلدنا العربيه وخصوصا في مصر عندنا نعمه كبيره جدا جدا هي نعمه الشمس، مش حاسين بقيمتها الا لما بنطلع بره. هنا لما الشمس بتطلع ويبقى السماء صافيه والجو حلو، ده بيديك طاقه ايجابيه بتخليك مبسوط جدا 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 جدا. على عكس طول السنه زي ما قلت لكم الدنيا رمادي ويوم في السماء، فتحس ان انت مش مبسوط. فعلا انا ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده قبل كده، بس فعلا بدات اربطها بالشمس والطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه مع طلوع الشمس وغروبها. انا عايز اقول لكم المنظر على البحيره هنا حاجه بجد جميله جدا جدا جدا. البحيره دي اصلا من عرضها وكبرها يعني بجد حاجة فعلا جميلة جدا جدا جدا. وللعلم أنا أول مرة أعرف إن مية البحيرات مية عذبة تنفع تتشرب كان في سويسرا. أنا كنت بفكر البحيرات دي عاملة شبه المية بتاعتها مية مالحة زي مية البحر، عشان أنا أصلا مولود في اسكندرية، فكان على الطريق الصحراوي في اسكندرية كان في أنا كنت مفكرها بحيرات على اليمين والشمال، بس دي طلعت حاجة اسمها ملاحات بيطلعوا منها الملح مش بحيرات. ده طبعا بعد على حمام السباحة، الناس بتخش تدفع تذاكر عادي وتخش جوه. في حمام سباحة وفي شاطئ على البحيرة، الناس بتخش تستمتع بالجو او تنزل المية تعوم او تسترخي. دي حاجات بفلوس، انما في حاجات كتيرة جدا ببلاش تقدر تقعد انت تعمل اللي انت عايز تعمله. طبعا زي الناس دي اللي احنا داخلين عليهم دلوقتي، دول قاعدين انفخ حاجة سهلة جدا، قاعدين في المية مشمرين رجليهم بيستمتعوا بالمية. وفي ناس برضه بتبقى مجنونه اللي هي بتنزل تعوم دلوقتي، بس انا لسه بصراحه الجو مش هو يعني الميه لسه ساقعه، فانا ما اقدرش اعوم دلوقتي. طبعا برضه من ضمن الحاجات الجميله هنا اللي موجوده في مدينه زيورخ او في سويسرا عامه، ان انت في كل مكان بتلاقي حمامات عامه. الحمامات دي كلها ببلاش وما بتدفعش فلوس، عشان خاطر انت لو حد اتزنق زي الحمام ده مكتوب عليه سوري WC، طبعا بتخش بتلاقي مكان تعمل فيه حمام، تغسل وشك، تتشطف. ومن ضمن التحضر برضو ان الناس كلها واقفه مستنيه دورها عادي. دي حاجه. الحاجه التانيه برضو هو موضوع حنفيه الميه الموجوده دي. هنا في سويسرا طول ما انت ماشي بتلاقي حاجات زي دي كتيره جدا، حنفيات ميه والميه بتاعتها ساقعه طول السنه، او مثلا ساقعه في الصيف ودافيه في الشتاء. زي ما انت شايف كده بتيجي معاك ازازه الميه بتاعتك تملاها تشرب عادي، ودايما بيبقى مكتوب عليها اذا كانت صالحه للشرب ولا مش صالحه للشرب وببلاش. طبعا احنا بنعمل جوله على بحيره زيورخ،
ومن ضمن الحاجات الجميله جدا اللي احنا قابلناها هنا اللي احنا لقينا براند ايس كريم مشهور جدا، وبالصدفه اكتشفنا اللي صاحبه مصري. فانا هفرجكم الايس كريم وهوريكم المنيو اللي عنده، وهندوق حاجات، واحتمال كمان اعمل معاهم انترفيو او اتعرف عليهم اكتر. خليكم معايا. وهو طبعا داخلين اهو على الايس كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه يا عم الشغله دي كلها؟ الناس كلها ملهاش سيره الا البراند ده بتاع الايس كريم. صحيح. ايه الدنيا عندكم؟ ايه قول لي ايه الاخبار؟ ايه الحاجه اللي عندكم؟ والله احنا احلى حاجات في الدنيا كلها بالنسبه للايس كريم. في سبيشال. عندنا كل حاجه. كل حاجه. ها؟ طب ايه احلى حاجه عندك حابب ادوقها؟ طيب بيعمل البيستاش. تفضل حبيبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد بجد في حته تانية وفي حته ثالثه وفي حته رابعه كمان. بسم الله ما شاء الله. بجد 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 جميل جدا. ده انتوا هتعدوا على بلبن في مصر. كمان حظنا حلو ولقينا الراجل المصري صاحب البراند، فان شاء الله باذن الله حابين نتعرف عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ كنا حابين نتعرف عليك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. سمعنا كتير على مينو فينتري، واخيرا وصلنا عند مينو فينتري اثناء جولتنا هنا على بحيره زيورخ، وبالصدفه السعيده ان طلع صاحب البراند شخصيه مصريه محترمه جدا، فكنا حابين نتعرف عليه. ممكن تعرف نفسك؟ انا اسمي وائل متولي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. منين من مصر؟ من القاهره. من القاهره. اهلا وسهلا بيك. ايه القصه دي؟ احنا ناس كتير قوي بتتكلم عليه، واكتر ناس كتير بتشكر في البراند وفي الايس كريم، حتى لعبت فيت كتير في كذا حد برضه كذا براند على البحيره، لكن المكان ده قالوا لي دايما طعمه مختلف وحاجته مختلف. ايه القصه بتاعت البراند؟ هي القصه بسيطه. احنا عملنا البراند مينو فينتي بقالنا حوالي دلوقتي داخلين في حوالي سنتين. بنقدم كواليتي مختلف جدا لارضاء الذوق العام. هنا في سويسرا مش بسهوله جدا لان انت الناس تقبل ايس كريم تقليدي، فاحنا قدمنا ايس كريم كواليتي عالي جدا، برودكت بتاعه عالي جدا، ما فيهوش اي خامات، يعني كل خامات طبيعيه، ما فيهوش اي نوع من انواع الخامات الصناعيه او مكسبات الطعم او الالوان او كذا. ده بالاضافه ان احنا بنشتغل بطريقه الطريقه الصحيه، يعني احنا بنشيل اللاكتوزا فري، عندنا لاكتوزا فري، عندنا جلوتين فري. بنقدر نقدم الخامه الطبيعيه 100%، اعلى كواليتي موجود. بنستخدم حتى الخامات بتاعتنا من اجود الانواع اللي موجوده في ايطاليا، وهو البراند كله هو البراند بنشتغل بس ايطالي صرف 100%، يعني كل حاجه من ايطاليا. يعني تقدر تقول لنا ايه معنى اسم البراند مينو فينتي؟ مينو فينتي يعني ماينس 20 يعني احنا بنعمل الايس كريم كمان لما بنيجي نعمله شوك فريزن فبيكون ماينس 20. فهي من هنا جت الفكره، بالاضافه لان احنا عندنا على الفاترينا بتاعتنا 20 نوع موجود بالظبط كده، بالاضافه لان ماينس 20 احنا ساعات لما احنا بندخلها في الثلاجات بتاعتها بتبقى على ماينس 20، فهي جت الفكره من هنا مينو فينتي يعني. طيب انت بقالك قد ايه هنا في سويسرا؟ انا بقالي 20 سنه. 20 سنه. انت قلت لي انت منين من مصر؟ القاهره. اصل غالبا معظم موضوع الايس كريم ده بيبقى من ناس من اهالي السواحل، اسكندرانيه، اسماعيليه. انت جات لك الفكره منين؟ يعني انت ازاي قررت ان لا هي الفكره جايه من سويسرا، من سويسرا ذات نفسها. اولا احنا في معلم من معالم سويسرا، احنا هنا في البحيره، يعني كل الناس السياح السويسريين كل الناس اللي موجوده لازم تيجي تتمشى على البحيره، لازم، لانها وهي ماشيه تاكل ايس كريم. في ناس كتيرة جدا بتعمل الرياضة بتاعتها وبعدين بيجوا يقعدوا على البحيرة أو بيخلص شغله بيجي يقعد على البحيرة، فبيكون عايز يشرب حاجة. عندنا القهوة الإيطالي، عندنا المشروبات العادية، عندنا كمان الآيس كريم اللي هو سبيشال جدا. فالحمد لله في ناس كتيرة جدا بتيجي من آخر الدنيا مخصوص للمكان بتاعنا. وبقالك 20 سنة في البلد هنا؟ بقالي 20 سنة، بس أنا اشتغلت في الآيس كريم تقريبا حوالي بقالي فيه 4 سنين. 4 سنين. وفي خلال ال4 سنين دول عرفت تعمل الضجة دي كلها والاسم والبراند بحيث هو مسمع كده؟ الحمد لله. نقول ده ذكاء مصريين بالفطرة ولا اجتهاد شخصي منك وان انت طورت على نفسك؟ توفيق من عند ربنا اولا واخيرا. ثانيا احنا بنحاول ان احنا بنقدم كل حاجة جديدة
فمن ضمن الافكار بتاعتي ان انا مش ثابت على 10 او 20 نوع، لا انا عندي ما يقارب من 75 نوع. ال 75 نوع بيتجددوا تقريبا كل يوم، بيخلص نوع بينزل من النوع التاني، فدايما بيكون عندي جديد. على مدار ال 20 سنه اللي انت قعدتهم هنا في سويسرا، طبعا انت عارف مجتمعاتنا العربيه او في مصر اي حد بيفكر، اي حد بيسافر كانه دخل راح الجنه او بياخد حته من الجنه، او اول ما بيحط رجله في البلد بيبقى في بقه معلقه ذهب وبياخد الفلوس من السماء والكلام ده كله. بما انك انت 20 سنه دي فتره طويله، اكيد مريت بمراحل فيها كنت فيها النيجاتيف او كنت فيها بوزيتيف. ف ايه اللي انت يعني ايه الخلاصه اللي انت اتعلمتها هنا، بما انك انت احد النماذج الناجحه؟ يعني انت خلال 4 سنين عملت الاسم ده وعملت البراند ده واتشهرت في مكان فيه منافسين كتير، فانت تعتبر قصه نجاح. ايه القصه يعني؟ هو اكيد طبعا مع الاسف يعني ناس كتيره فاهمه ان الدنيا بتبقى سهله، بس الموضوع ما بيبقاش سهل خالص. انت بتبدا حياه من اول وجديد، كلنا بدأناها من تحت الصفر. محتاج شوية صبر، شوية اجتهاد. لازم يكون عندك الخطة بتاعتك ان انت في خلال 5 سنين ان انا اكون مثلا كويس جدا في اللغة، بدأت ان انا ادرس حاجة، بدأت ان انا اشتغل في مكان، بدأت ان انا اطور فيه الى اخره. فالموضوع ممتد معاك لفترة، مفيش حاجة في يوم وليلة. حتى الموضوع الفلوس طبعا احنا عندنا في مصر ده بياخد $5000، لا ما هو $5000 دول بينقصوا، بتلاقي نفسك في الاخر كأنك بالظبط يعني ما اعرفش هي بتختلف من شخص لاخر، ولكن انا شايف لان $5000 لأسرة ده شيء ضعيف جدا. في مثل اللي اتعلمته والله اول أعلم يعني. في مثل اتعلمته اول ما جيت اوروبا، ان بيقولوا الجنيه جنيه بلده. بالظبط، يعني هو بالظبط الفكره انت مش الدولار بكام مصري او بالزبط. بكام ريال سعودي، لا الفكره انت الجنيه هو جنيه بلده. عشان انت لما هتروح تشتري حاجه اكيد مش هتروح تقول للسوبر ماركت لا دي ثمنها في مصر 35 جنيه ولا 30 جنيه وانت هنا بتبيعها لي ب 3 فرنك ولا 3 دولار. هي بتخلص بعد 6 اشهر على طول، ما بقاش حد بيحسب اول 6 اشهر. الناس بتفتكر الفرنك جنيه مصر، انما هو بعد فتره من الفترات بيبقى الموضوع لا الفرنك فرنك والجنيه جنيه. بس هو في الاول وفي الاخر هو وقع منه منظومه الدوله اللي احنا قاعدين فيها سيستم معين، بندفع ضرائب، بندفع كرانكن كاسه اللي هو التامين الصحي الشهري، وده لوحده تقريبا بيوصل ل 500 فرنك للفرد تقريبا بلس ماينس. فهتلاقي في الاول وفي الاخر الحسبه بتاعتها محتاجه صبر ومحتاجه اجتهاد ومحتاجه ان انت يكون عندك خطه لان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. مدينه زي زيورخ هنا مشهوره اللي هي او زي السويسريين ما بيقولوا اللي هي مالتي كالتري شتات، او مدينه متعدده الثقافات او متعدده الجنسيات. هل انت مبسوط انت وانت قاعد في مدينه زي زيورخ، ولا كان نفسك مثلا تروح مدن تانية مثلا زي بازل فيها اكبر نسبه جاليه مصريه موجوده في بازل؟ هل انت يعني المدينه ذات نفسها مناسبه ليك ولا؟ بص، هو مفيش ارض او بلد جنه طبعا، ده مفيش جنه في الارض طبعا. بس احنا نقدر نقول لان احنا بناخد من المميزات والعيوب. المميزات هنا في سويسرا طبعا كتيره جدا، واحنا بنستمتع الحمد لله ببلد مستقره، بنستمتع ببلد فيها صحه، فيها تامين صحي عالي جدا، فيها حاجات كتيره جدا كويسه. واكيد بيكون ليها نيجاتيف، يعني طبعا. النيجاتيف بتاعها او الحاجات السلبيه بتاعتها احنا كعرب ممكن لا نتحملها لفترات طويله، صح، بحكم الغربه وبحكم يعني العيله والاسره وكذا. بس في الاول وفي الاخر انت لازم تكون عارف قدراتك، انت هتكمل هنا ولا هتمشي. طب لو هتمشي هتروح فين، وسنك قد ايه، وامكانياتك عامله ازاي. ففي الاول وفي الاخر بترجع للشخص وامكانياته. في ناس بتقول لك لا انا هفضل عايش في سويسرا على طول، فربنا يوفقه. في ناس يقول لك لا انا هرجع مصر، برضه ربنا يوفقه. هي بترجع للشخص يعني. انت عارف انا بسالك السؤال ده ليه؟ عشان خاطر ناس كتير جدا من الدول العربيه وخصوصا في مصر، الناس بتفكر ان الموضوع هنا جنه 100%، ما يعرفوش ان كل حاجه ليها بوزيتيف سايد وليها نيجاتيف سايد، كل حاجه ليها اي حاجه في الدنيا 50-50. فهو بيفكر، الناس بتفكر اول ما بتيجي هنا ده راجل، ده حتى في ناس بتضطر تركب البحر يعني وبتحط نفسها في الموت عشان تطلع. عشان ده اكبر غلط، ده اكبر غلط، عشان ده خاطر اكبر غلط. فرصة. واكبر واحد هيكون خسران في الدنيا هو الشخص
اللي بيرمي نفسه للتهلكه بالطريقه دي، وفي الاخر بيبقى النتيجه ما بتبقاش كويسه. وان كان واحد فيهم نجح، فده مش معناه لان انا ارمي 99 واحد في النار صح. واكون انا الناجي الوحيد. فطبعا لا، ده فكره غلط تماما. وبعدين بيروحوا في اماكن او في دول في اوروبيه هي اصلا عندها مشاكل اقتصاديه على ناسها وعلى دنيتها يعني. فازاي لان الشخص ده يعني يشجع الناس انه يركبوا البحر ويروحوا وهو عارف؟ لانه انا دايما بقول ان اي حد عايز يتغرب او عايز يخوض تجربه الغربه لازم يكون اول يعمل لنفسه زي تيست صغير كده. لازم يكون عنده بلان، لازم يكون عنده خطه معينه، ولازم يكون عنده فكره وعنده صناعه وعنده بديل وعنده حاجات كتيره جدا. انما تيجي وترمي نفسك، وعنده قوه مصابره، وعنده الكونسبت بتاع اللي هو بالزبط. الدنيا مش سهله، ولو وقعت لازم اقوم تاني واقف على رجلي وانا لوحدي مفيش حد معايا. انت فاهم؟ فحاجات كتيره يعني. وزي ما انت قلت بالظبط، انا دايما بقول كده، بقول اي حد عايز ينجح في الغربه لازم يكون عنده بلان كاتبها صح جدا ودارسها صح جدا، ودايما يبص على الجانب البوزيتيف عشان خاطر لو بس ركز بس في السلبيات هيحصل اكتئاب، وفي الاخر هياخد التجربه ويفشل ويقول لك انت ليك السعي بس عقلها وتوكل. والله انت قدرت لان انت توصل، تروح لامريكا، تروح استراليا، تروح كندا، تروح اي دوله من دول اوروبيه، ما يعني ماشي هي جات لك الفرصه. انت بقى مين؟ قدراتك ايه؟ هل انت انسان صبور؟ هل انت انسان حلوم؟ هل انت انسان مجتهد؟ حاجات كتيره جدا. انما هو مش يلا ناخد طياره وننزل وبعدين نتصدم بالواقع وتلاقي نفسك انت مش عارف نفسك اذا كنت انت قوي ولا ضعيف. انت لازم تكون من الاول عارف رجلك هتتحط فين وهتقدر تعمل ايه. هنسيبها لربنا وعلم الغيب طبعا، نؤمن بالكلام ده كويس، ولكن بنقول قدراتك النفسيه قبل ما تكون قدراتك الماليه او العمليه. قدراتك النفسيه عاليه هتقدر تكمل. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل. عرفنا بنفسك. انا محمد من سوريا. احسن ناس، سوريا الغاليه. سوريا الف مبروك على نجاح الثوره وعلى عوده سوريا يا رب، وربنا يا رب يسلم كل اهلنا في سوريا ويرجع سوريا تاني عروس الشام لحضنها العربي والامن والامان يا رب. وان شاء الله سوريا جايه اجمل من الاول واحسن من الاول بكتير ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. ايه رايك انت في الوضع دلوقتي؟ اكيد انت فرحان جدا. طبعا الحمد لله رب العالمين، بعد انتظار لفتره طويله الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا الحمد لله. هلا ان شاء الله نتمنى انه الامور تتحسن اكثر واكثر، خصوصا انه هلا 3/4 الشعب هو شعب مفرغ ما بين يعني بقصد انه 3/4 العالم خارج سوريا هلا. فان شاء الله رب العالمين تتحسن الامور باسرع وقت ممكن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا رب يا رب. ان شاء الله باذن الله ربنا يرجع سوريا تاني زي ما كانت. امين يا رب. انت قول لي ايه رايك في مدينه زي مدينه زيورخ؟ انت مبسوط هنا ولا؟ والله زيورخ هي انترناشونال، هي معروفه يعني مدينه عالميه. الوضع فيها كتير كويس، الاجواء فيها دائما جميله. الشيء الوحيد فقط الشيء السلبي هو هون غالبا ما يكون الطقس يعني. طبعا برضه وائل قال لنا نفس القصه دي. بس بشكل عام يعني الامور نوعا ما يعني ممتازه هون بزيورخ. هي طبعا احسن من كثير مدن على المستوى الاوروبي ايضا. مدينه كثير ممتازه، فيها كل شيء تقريبا. العيب الوحيد اللي فيها مثل ما قلت لك انه هي الطقس بس. طب قول لي بقى الفكره ان انت سوري ومصري شغال مع مصري وبتبيعوا ايس كريم، براند ايس كريم، والايس كريم ايطالي. وطبعا سوريا مشهوره بالاكل ومصر مشهوره بالاكل. الميكس ده صح. اول شيء انا بيشرفني انه بشتغل مع السيد وائل. السيد وائل شخص كثير عزيز وغالي علي. مثل ما انت قلت هي حاجه يعني صارت ألفة ولا حاجه زي كده. والحمد لله رب العالمين. نحن حاولنا نبعد عن الشيء الكلاسيكي هون بالايس كريم. حاولنا نجيب براند ايطالي، وهذا الشيء ساعدنا طبعا كثير. الحمد لله رب العالمين في قبول عند الشعب. انا عايز اقول لك ناس كتير جدا اصلا كله وصف لي المكان هنا يعني. صحيح. انا اصلا من كتر ما الناس وصفت لي انا حبيت ان انا اجي واجرب وادوق بنفسي يعني. صحيح. حاجه بجد تحفه يعني. صحيح. شكرا كثير لك. فعشان هذا الشيء انه هو براند ايطالي شوي غريب. هون العالم متعودين على البراندات السويسريه المعروفه وهيك شيء. حاولنا نعمل شيء سبيسيال لنا نحن. فالحمد لله رب العالمين الله اكرمنا ووفقنا والحمد لله الامور تمام. طب قول لي بقى لما تشتغل مع مصري
حاجه ايه بالظبط يعني؟ يعني هي حاجة مش متعبة. مش متعبه؟ يعني الراجل ده مش لا. مش عامل عليك كده لا زي الفل، زي العسل. طب الحمد زي لله العسل. يعني. طيب برضه من الحاجات الجميله قوي او المضحكه اللي انت دايما في اختلاف في اللهجات، يعني مثلا صح. العربي المصري غير العربي السوري صحيح. غير العربي عشان كده انا بحاول بتعلم اللكنة المصرية. لكن يعني هو انه اقوى، يعني هو اللي طغى عليك باللهجه المصريه، ولا انت اللي ضغطت عليه باللهجه الشاميه؟ والله 50-50. 50-50 بس علشان كمان اللكنة المصرية هي فيها هي أول شيء هي لهجة معروفة عربيا يعني، وفيها حتة الفكاهة هي كثير حلوة، فعشان هيك عشان خاطر الدراما والافلام والسينما 100%. والاغاني. بس انتوا برضه في سوريا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم يعني الحمد ده لله. انتوا اصل اللغه العربيه السرياليين يعني انتوا برضه اضفتوا كتير شوي للغة العربية. اضفتوا كتير للتراث العربي. صحيح. يعني انا بجد شرفت بمعرفتك وسعيد ان انا سمحت لي ان انا عملت معاك الانترفيو ده، ولو تسمح لي برضه ان انا اذيع الحاجات دي على القناه عندي على اليوتيوب ابقى عاجز عن الشكر. ولو حابب تسلم على اهلك في سوريا او تبلغ تسلم على اي حد او الناس معاك الكاميرا ومعاك الناس. شكرا كثير لك. حبيبي. بحب اسلم على الشعب السوري اجمع. طبعا بخص بالتحيه اهلي اللي صار لي طبعا فتره طويله انا مو شايفهم. عائلتي الكريمه بسلم عليكم وبتمنى اشوفكم في اقرب وقت ممكن. ان شاء الله باذن الله. انت هنا وسطنا وانت اخونا واحنا انا مش قادر اقول لك يعني تحيه بجد من المصريين للشعب المصري للشعب السوري، احنا بجد بنحبكم جدا يعني. انتم من الناس اللي في القلب زي ما الله يسلمك حبيبي. انا شكرا جزيلا حبيبي، عايز اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا ليك حبيبي. وعشان قلنا مدينه مختلفه الثقافات، على سبيل المثال التمثال ده الراجل بنى ونحت وكلف وفي الاخر بخل اللي هو يجيب لها براه او ستيانه تغطي صدرها. بيفكرني بمحمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، قال له يعني انت ابوك بنى وكلف وصرف على البيت ده كله وبخل على العمود ده ما كملهوش؟ قال له ده فن تجريدي يا مان. قال له تجريدي سيبها على الله. وبعد كده هنعمل جوله في ميدان الاوبرا. النهارده في كرنفال كبير جدا اسمه زيكس لويتن، ده برضه هشرحه لكم بعد كده بالتفصيل، هفرجكم عليه. طبعا احنا دلوقتي وصلنا عند ميدان الاوبرا، وطبعا كل الناس اللي هو مني دي كلها متجمعه عشان خاطر المهرجان. طبعا ده عرض الخيول.
انا عايز اقول لكم دلوقتي احنا ماشيين في الاولد تاون او الالتشتات بالالمانيه، المدينه القديمه. عايز اقول لكم مفيش مكان لخرم ابره حد يعدي، كميه ازدحام شديده. انا هحاول اخرم كده من هنا، انا عايز اطلع على ميدان الاوبرا عشان خاطر اعرف اخد شوت. يعني خلاص عدد كبير جدا. والمشكله كمان ان مش كل الناس بس ساكنه في زيورخ هي اللي بتيجي تحضر الكرنفال ده من كل الكانتونات التانيه، فان شاء الله خير. انا عايز اقول لكم الشمس جامده جدا 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 والزحمه كبيره جدا، وده احسن مكان قدرت ان انا اتوصل ليه اللي انا اعرف اصور. الدرون ممنوع استخدمه، ناس كتيره جدا مش عارفين نعدي الحواجز، قفلوا السياج، فده احسن مكان اقدر ان انا استخدمه. يعني هو منظر صغير خالص بس هتشوفوا على الاقل الحقيقه. Mama ist schon im Kopf. Die versteckt immer noch. Ja. Oh ja. Ik weet niet, ik ga niet Het klept mee. انا مش قادر اقول لحضراتكم الموضوع كان صعب ازاي، بس انا فعلا بطلب من حضراتكم طلب ان انتوا تعذروني. انا هضطر اعمل جزء تاني للفلوج عشان خاطر اصلا زيورخ كمدينه كبيره جدا جدا محتاجه بتاع حوالي فلوج حوالي ساعه او ساعتين لو انا حبيت اغطي كل حاجه في زيورخ. ده انا كمان اخترت 4 حاجات بس اعملهم النهارده، درستهم كويس جدا، كتبت عليهم سكريبت عشان اقدر افيد حضراتكم بالمعلومات اللي انا اقدر اللي حضراتكم تقدروا تستفادوا بيها، ومع ذلك ما لحقتش. فانا هستاذنكم، انا هعمل جزء تاني عشان انا فعلا بجد تعبت. العدد كان كبير جدا، فوق ال 200,000 بني ادم موجودين، زحمه، حر، الشمس كانت ضاربه في وشي، انا حاسس ان انا دايخ. فان شاء الله باذن الله هشوفكم في الجزء الثاني من الفلوج. استودعكم الله.